كنا بنتمسخر على المواصلات العامة في الفيديو اللي نزلت لكم اياه قبل. هينا ماشيين وحتى مواصلات عامة مش لاقيين، ولا حمار معبرنا ولا سيارة ولا شحن ولا أي حاجة. المسافة اللي أنا ماشيها ربنا وحده اللي بيعلم فيها. درجة الحرارة اليوم مش عارف، بس ما فيش نسمة هواء بالمرة. المهم حبيت أخبركم بالغ الأسى، مشروع الخضار والفواكه تبعي فشل ذريع. الحمد لله على كل حال. الناس ما حاش مصاري تشتري خضرة يا جماعة الخير، مش عارف كيف عايشين الصراحة. بس الحلو فيه إنه أنا إيش ضربت عصفورين بحجر. يعني بعد ما فشل موضوع الخضرة، الخشب اللي عملت فيه ستاندات الخضرة بدي أفكه وأبيعه. بعد ما نخلص منه ميزان الخضرة برضه هبيعه. فأنا كل حاجة يعني مستفيد منها الحمد لله. عمي مخي شغال الحمد لله على نعمة العقل. أنا مش زعلان بصراحة، بالعكس عادي يعني. هي خربانة وخربانة. هي وقفت يعني على المشروع هذا. في حاجة أنا لاحظتها في الحرب، كل مشروع بعمله بخسر فيه مصاري وبطل معي مصاري. لما ما اعملش مشروع واضلني قاعد هيك في الدار فاشل عاطل عن العمل، ربنا بيرزق. انا حاسس انه انا فاشل في المشاريع وناجح في ايش؟ في الفشل. انا ناجح انت موهوب في الفشل. مواد التنظيف، في عندنا ازمه كبيره في غزه في مواد التنظيف. انا بصراحه ما كنتش حاسس فيها لانه كان في عندي علبه شامبو كبيره. خلصت علبه الشامبو، رحت بدي اتحمم، فاخذت كيسة الشامبو تبعت ديانا. هي بتقول لي لا، بقول بدي استعملها هذا مره، بتقول لي لا. طيب ليش؟ بتقول لك ما فيش شامبو. بكم كيسة الشامبو في السوق؟ 100 شيكل. بس يعني 100 شيكل يعني بتحكي انت ب $40. طلع في الشامبو في ازمه. طيب شو بدنا نساوي يا جماعه الخير؟ محتاجين صابون احنا. اللي في ايده الامر تبع مواد التنظيف دخلوا لنا يا جماعه الخير، الا هذه بدناش اكل وشرب. ادوات التنظيف، سبراي العرق والامور هذه ابوس ايديكم، احنا في الصيف.